السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نشارك معكم المروزية بالطريقة ديال زمان، كتجي معلكة وزوينة. وغادي نبداو بسم الله. وقبل ما نبداو بغيتكم ديروا ليا لايك وتبارطاجيو مع العائلة ومع صحابكم. وغادي نبداو دابا بسم الله. خديت اللحم ديالي، هانتوما عندي هنا العنقرة والسنسول، هما باش كدار المروزية. صافي دابا غادي ناخدهم، غنشرملهم بعد ما غسلت اللحم وخليته حتى استقطر مزيان من الماء، تنشف ليا من الماء. دابا غنديروا العطريه. عندي هنا الملحه حسب الذوق، عندي معلقه كبيره ديال القزبور، عندي هنا البسيبيسه والنويره وقعقله طحنتهم على يدي وزدت عليهم واحد شويه د الباديانه. عندي هنا معلقه صغيره ديال الابزار، عندي معلقه كبيره ديال الزعفران، ضامه ديال الزعفران، شويه ديال القرفه. من بعد غنزيد عويد ديال القرفه وغنزيد الزعفران شعره. صافي دابا غادي نشرمل هاد اللحم ديالي وما غاديش نطيبو، دابا غادي نخليه حتى للصباح، عاد غادي نطيبو حتى كيشرب ديك العطريه. وما كنديرش الزيت، غادي ندخل ديك العطريه غير بشويه بشويه حتى كتخلط مزيان. وغادي نغطيه ونخليه في الثلاجه حتى للصباح، عاد غادي نطيبو. صافي دابا غادي ندوزو باش بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه. انا خديت الطنجره ديالي، غندير فيها اللحم حيت غادي نطيبو فوق الجمر، ما نطيبوش في البوطه، غنطيبها غير فوق الجمر. صافي دابا غادي نزيد غير هاد الثومه، عندي 5 دروس ديال الثومه قسمتهم على نص ولحتهم هكاك صحاح. وغنزيد هنا الزعفران شعره بعد ما ذوبته في الماء. عندي هنا اللوز ها هو مفسخ بعد ما فسختو وناشف من الماء. هانتوما غادي نزيدو. كاين اللي كيدير اللوز مقلي كيخليه حتى الاخر وكيدير اللوز مقلي. انا غادي ندير الطريقه ديال زمان كيديروا فيها اللوز هكا خضر كيطيب معاها. واللي بغى يزين باللوز من بعد يزين، ماشي مشكل. درت هنا نص كاس صغير ديال الزيت مخلطه ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه. غنزيد كاس صغير ديال الماء. صافي ودابا غادي نديرها فوق الجمر وغادي نخليها طيب على خاطرها حتى كطيب حتى كتعلك لينا. صافي المهم ما غاديش نحسب ليها انا الوقت، كتعرفوا المرزيه ملي كطيب كتولي كلها كتفرتت. صافي انا درتها فوق الجمر وغادي نخليها دابا طيب. ها يلاه بدات كتطبخ. وكنعرفوا باللي الفاخر كيطيب لينا دغيا، كيطيب الحاجه كتولي رطبه بزاف، احسن من الطنجره ولا احسن من نطيبو فوق الغاز. صافي دابا انا خليته هنا تقريبا نص ساعه. هانتوما راه بدا كيدخلها الطياب. دابا غادي نزيد الزبيب، ها هو غنزيد الزبيب غير من الفوق، ما غاديش نحركها باش ما يتحرقش ليا الزبيب. غنخليه غيطيب غير بداك البخار حتى يطيب الزبيب، عاد غادي نبدا نحركها باش كتعسل لينا المروزيه ديالنا. صافي ها هي المروزيه من بعد ما تعسلات، هانتوما حتى طاب داك الزبيب عاد حركتها. هانتوما دابا راه طابت تقريبا، هانتوما كتشوفوا العظومه راه ما بقاوش شادين في اللحم. دابا غنزيد هاد 4 المعالق ديال العسل. ما غنديرش السكر، انا ما درتش السكر، درت غير 4 المعالق ديال العسل. صافي وغنزيد واحد المعلقه ديال السمن اللي كناكلو، ماشي السمن الحار، هذا السمن العادي كيجي بنين كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. الا ما عندكمش تقدروا تزيدوا شويه ديال الزبده. صافي وغادي نرجعها تعلك ليا مازال. صافي وغادي نقدموها. وها المروزيه ديالنا وجدات. هانتوما من بعد انا زينتها بالبرقوق مع شويه ديال الزنجلان، تقدروا تزينوها باللوز القرقاع اللي بغيتو نتوما. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها. وإن شاء الله نتلاقاو في شي فيديو آخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.